ازيكم يا جدعان، مرحبا بكم. لو سألت اي حد هيقول لك اصعب مهمة، هيقول لك مهمة الملاكم. طبعا المهمة دي من اصعب المهمات في لعبة فري فاير. النهاردة جبت لك اسهل طريقة تعملها يا صاحبي، وبكل سهولة هتجيب الايس بالملاكم. ولازم تجيب السكواد كله بايس بالقبضة او باليد. زي ما احنا عارفين المهمة دي صعبة جدا، بس معانا مفيش حاجة صعبة. تعال نشوف الشرح. هنخش كلاش سكواد، انما مود كلاش سكواد، وهتبدأ وتلغي. هتفضل تبدأ وتلغي 4 مرات يا جدعان، زي ما انت شايف كده. وترجع تبدأ تستنى شوية، واستنى حوالي 5 6 ثواني كده، وترجع تبدأ وتلغي، وتروح بادي كمان مرة يا جدعان. بعد ما تستنى برضو 5 6 ثواني كده، زي ما انتوا شايفين اهو. مستني وكده بدأنا، وهنسيب اللعبة تخش عادي. زي ما انتوا شايفين اهو، هتيجي تخش هتلاقي كل اللي معاك بوتات، واللي ضدك كمان بوتات يا جدعان. يعني هتقدر تضمن ان انت تجيب الايس بالملاكمة. وزي ما انت شايف كده السكواد اللي قدام عمال يضرب، وكله بوتات، مفيش حد بيعرف يلعب او حد بيلعب حقيقي، كله بوت. وهنخش دلوقتي نجيب الايس. اول حاجة معانا قنبلة كده عشان ندمجهم، عشان انا نسيت اجيب شخصية الملاكم. ولكن هنتصرف ونجيبهم. زي ما انت شايف كده الاربعة محدش منهم بيلعب. زي ما انت شايف كده دمجت 2 منهم، ودخلت على الاولاني جبته هيد، والتاني جبته هيد برضه بالملاكمة، والتالت جبتها هيد برضه. واروح للاخير كده وهنعمل الايس، وتلاقي الايس معاك اتعملت بكل سهولة يا صاحبي، بسبب الخدعة اللي معانا النهاردة. وبس كده يا جدعان، وصلنا لنهاية الفيديو. ما تبخلوش علينا بلايك، واكتبوا لنا في التعليقات عاوزين شرح مهمة ايه تاني. وبس كده، سلام.